السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. طبعا زي ما شفتوا في أول الفيديو، النهاردة هنعمل الفطير المشلتت الفلاحي. بصراحة أول مرة أعمله، وهقول لكم على الأخطاء اللي أنا وقعت فيها. زي ما قلت لكم هقول لكم على الاخطاء اللي انا وقعت فيها، وهقول لكم كان المفروض ان انا اعمل ايه. بس انا حبيت انزل لكم الطريقه سهله جدا، والناس اللي بتتعقد من الفرد الكتير والتطبيق الكتير والتاريخ والكلام ده، جبت لكم الطريقه ديت سهله جدا وطريقه مضمونه 100%، وهتطلع معاكي مورقه وجميله ومن غير فرد كتير وعجن كتير والكلام دوت. اول حاجه هتعملي ايه طيب في العجينه؟ انا عندي كيلو دقيق نخلته، اهم حاجه ان انا انخله عشان لو في اي تكتلات ولا حاجه تطلع ايه منه. تمام. بعد كده حطيت معلقه سكر ورشه ملح وقلبتهم مع الدقيق، ولا في بيكنج باودر ولا خميره ولا اي حاجه من ده كله خالص. هو ده كل اللي انا حطيته، وبدات اعجن بميه. يعني ابسط من كده مفيش، سهله جدا العجينه اهي، مفيش ابسط من كده. تمام. فضلت اعجن فيها بالشكل ده لحد ما وصلت معايا ولمت معايا بالطريقه زي ما انتم شايفين اهو. بصوا لمت معايا ازاي. هروح مغطياها وسايباها ترتاح نص ساعه. هي دي التركايه اللي انا هشتغل عليها، ان انا ما بين خطوه وخطوه هسيبها ترتاح نص ساعه بس. هو ده كل اللي هعمله، هي دي التركايه. واعملي الخطوات دي هتطلع معاكي العجينه قد ايه طريه وقد ايه جميله وناعمه، ويعني هتسهل معاكي كل حاجه. بعد ما اسويها هتطلع معاكي الفطير مورق وجميل وسهل، من غير ما انتي تعملي طبقات كتير وتفردي كتير والكلام ده. بعد ما سبتها ارتاحت نص ساعه، حطيت بقى ايه كميه كده من الدقيق. وما تستغربوش كميه الدقيق دي، انا مش عايزاها تلزق معايا لما اجي افردها، ما تلزقش معايا. تمام. بصوا انا بعملها بايدي قد ايه طريه وبتفرد معايا وسهله ازاي. بعد ما بطنتها بالدقيق من فوق ومن تحت، هبدا ان انا افردها كده بالنشابه بتاعتي على شكل مستطيل زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. يعني على قد ما اقدر ان انا افردها. والسمك اللي هو بيبقى يعني مش رقيقه قوي، مثلا زي الكريب، مش رقيقه زي الكريب، ولا هي يعني ايه تخينه قوي، يعني ايه السمك وسط مفروضه حلو يعني. المهم جبت بقى السمنه بتاعتي وقعدت ارش عليها. هنا بقى انا عايزه اقول لكم ان انا يعني حطيت السمنه دي وفضلت بقى ايه افرد فيها بالشكل ده. وقلت يا لهوي، ده انا حاطه ايه سمنه كتير وبزياده وايه وشكلها كده ايه مش يعني هتبقى ايه تقيله قوي. لقيت النتيجه عكس خالص. بصوا قد ايه سمنه وانا بطوي كده كانت بتخرج بره الرول بتاعي. فكنت مفكره ان انا حاطه كميه سمنه كتير. فانتي لا انتي بقى كتري عن السمنه دي. يعني كيلو دقيق حطي عليه نص كيلو سمنه، الا مثلا نص كوبايه. يعني كده يبقى كده انتي جبتي المقدار المظبوط. فاهميني؟ تمام. بعد بقى ما حطيت السمنه ودهنتها بالشكل دوت، بدات ان انا الفها رول. واي دقيق زياده كنت ان انا ايه بنفضها كده وبشيلها. بعد ما خلصت بدات بقى ان انا اقطعها على 3. دي يعني الخطوه رقم 2 اللي عملتها غلط. كان المفروض عشان تطلع معايا عامله طبقات كتيره قوي وتكون الفطيره معايا تخينه، يعني زي مثلا ما احنا بنجيبها من بره او من الفلاحه او الكلام دوت. كان المفروض ان انا اقسمها على نصين، بس انا لقيت العجينه كتير قلت لا، انا هقسمها اعملها على 3، هتكون ايه مظبوطه وحلوه، عشان ما تطلعش معايا ايه تخينه قوي. يعني انا كنت اول مره بعمل بصراحه الفطير دوت، فكنت بعمل وانا برضو لسه مش متقنه قوي ومش عارفه قوي. بس الطريقه عجبتني وكانت سهله وطلعت لي الفطير مورق، فقلت ليه لا، قلت اشارك معاكم ايه الفطير دوت واقول لكم على الاخطاء اللي انا وقعت فيها، بحيث ان انتوا ما تقعوش فيها او تعملوش زيي. تمام. بعد ما قسمتها على 3 سبتها ترتاح نص ساعه كمان. يعني سبتها ترتاح نص ساعه. المفروض بقى ان انا اقسمها على 2 زي ما انا قلت لكم. بصوا بقى قد ايه العجينه بايدي اهي، بايدي من غير نشابه. بصوا بتتفرد ازاي. انا هاجي اعمل هنا بنشابه، بعد كده هكمل بايدي، لان يعني هي طريه قوي مش محتاجه نشابه والله العظيم. المهم فبتفرديها فرد عشوائي كده على شكل دائري، وبرجع بعد كده الم ايه الحروف كده ايه اللي جوه، يعني انا الم الاطراف بتاعتها زي ما انتم شايفين. كل اللي عملته ان انا لما قسمتها على 3 ان انا حطيت سمنه غطيت بيها بس كده ايه العجينه بتاعتي من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب، عشان ما تنشفش مني في خلال النص ساعه اللي انا هسيبها فيها ترتاح. بس هو ده اللي عملته. وبعد كده فردتها بالشكل ده ولميتها على شكل كوره زي ما انتم شايفين.
ورحت بقى ايه ركنتها. يعني دي اول فطيره. تاني فطيره عملت نفس الحوار، اخدت الجزء بتاع العجينه يعني بتاع الفطيره، وبدات افرد بايدي بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا، بتتفرد معايا. التقاطيع بقى والحاجات دي ما تخافيش وتقولي باظت مني، لا ده عادي يعني، ده من السمنه اللي احنا عملناها ومن ان احنا لفيناها رول، فعمل زي طبقات كده فبتتقطع معاكي. وبرجع المها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وان انا اكورها واعملها ايه قرص كده والمها ايه من تحت، واروح حطوها في قلب الصينيه. السمنه بقى اللي في الصينيه انا دهنت بيها بقى الصينيه ايه الارضيه بتاعتها والجوانب والكلام ده، عشان زي ما انتم شايفين كده كده ايدي بايظه سمنه، فقلت ايه ادهن بيها بحيث ان انا ايه لما ارجعها تبقى الصينيه بتاعتي مدهونه. لان الخطوه اللي بعد كده هبدا افرد. سبتها بقى ترتاح نص ساعه، يعني بعد الخطوه دي سبتها كمان ترتاح نص ساعه. بعد كده زي ما انتم شايفين بايدي، وجبت اول صينيه انا كنت عاملاها وبدات ان انا افردها كده على شكل الصينيه، واحاول ان انا اخليها متساويه عشان ما يطلعش معايا جزء رفيع وجزء تخين، لا يعني تبقى الفطيره كلها واحد زي ما انتم شايفين معايا كده. بحاول ان انا اسويها كده بايديا زي ما يعني على ما اعتقد مفيش اسهل من كده. بجد بجد اتبسطت ان انا عملت فطير ونجح معايا، لان انا جربت كتير قوي وما كانش ظابط معايا بصراحه، لكن النتيجه دي كانت بصراحه مضمونه 100%. المهم بعد ما فردت بقى على الفرن، سبتها ترتاح نص ساعة، وبعد نص ساعة ما ارتاحت رحت دخلتها على الفرن على درجة حرارة 200، الفرن سخنة، الشبكة في النص. بشغل من تحت بس مش من تحت ومن فوق. لكن لو لقيتيها بيضة قوي يعني فعادي ممكن ان انت تشغلي الشواية تاخد لون من فوق بس. زي ما انتم شايفين معايا كده ما كانتش بتاخد وقت في الفرن. بصراحة انا كنت متحمسة ان انا ادوق، فدقتها كانت عجباني قوي وكان طعمها حلو. بصوا انا في ايديا سمنه يعني مش كتير، بس هي كانت محتاجه سمنه اكتر من كده، لان هي شربت كميه السمنه اللي احنا حطيناها دي كلها، هي شربتها لان هو عباره عن دقيق. بصوا انا بوريكم ان الفطيره بصوا متورقه، بس هي لو اتخن من كده كانت هتعمل طبقات اكتر من كده، فاهميني؟ لكن هي مورقه وناجحه وجميله وكل حاجه. انا عملت 3 فطيره احنا طبعا دمرناها وكلناها بالهنا والشفا. ودي الفطيرتين التانيين انا هنا كنت بوريكم انا بحافظ عليها ازاي. ان انا بروح لماهم كده بمسكهم، بروح بجيب كيس نايلون عادي، كيس يعني بلاستيك عادي، وبروح بقى بيكون نضيف طبعا. بصوا انا هنا بوريكم ان هي طريه قد ايه وجميله. بروح مطلعاهم من قلب الصينيه زي ما هما كده، وبروح حطاهم في كيس النايلون دوت، وبروح ايه قافلاه كده ومغطياه. كل ما نيجي مثلا ناكل بسحب فطيره بسخنها وناكل مع العسل مع الجبنه القديمه مع الجبنه البيضه، يعني اللي انت حابه تاكلي بيه طبعا. بس هنا بقى بلم الفطير اللي باقي وبشيله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، يا رب الفيديو يكون عجبكم وباي باي.